فكلما تواضع المرء أكثر كلما رفعه الله عز وجل أكثر، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس تواضعا في هذه الدنيا، بل ذكر الله عز وجل في آيات كثر في القرآن أنه لا يحب المستكبرين، وجعل جهنم مثوى لمن؟ للمتكبرين، وجعل الجنة مآلا لمن؟ للمتواضعين للهينين لللينين. أما جهنم أليس في جهنم مثوى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الذي يمشي في الناس اليوم متكبرا مفتخرا بنفسه متفاخرا بما أتاه الله من ملك أو مال أو منصب أو جمال. فكلما تواضع المرء أكثر كلما رفعه الله عز وجل أكثر، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس تواضعا في هذه الدنيا، بل ذكر الله عز وجل في آيات كثر في القرآن أنه لا يحب المستكبرين، وجعل جهنم مثوى لمن؟ للمتكبرين، وجعل الجنة مآلا لمن؟ للمتواضعين للهينين لللينين. أما جهنم أليس في جهنم مثوى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الذي يمشي في الناس اليوم متكبرا مفتخرا بنفسه متفاخرا بما أتاه الله من ملك أو مال أو منصب أو جمال. فكلما تواضع المرء أكثر كلما رفعه الله عز وجل أكثر، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس تواضعا في هذه الدنيا، بل ذكر الله عز وجل في آيات كثر في القرآن أنه لا يحب المستكبرين، وجعل جهنم مثوى لمن؟ للمتكبرين، وجعل الجنة مآلا لمن؟ للمتواضعين للهينين لللينين. أما جهنم أليس في جهنم مثوى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الذي يمشي في الناس اليوم متكبرا مفتخرا بنفسه متفاخرا بما أتاه الله من ملك أو مال أو منصب أو جمال. فكلما تواضع المرء أكثر كلما رفعه الله عز وجل أكثر، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم